في جديد قضية 30 المتهم في قضية تصوير أفلام إباحية، أمر الوكيل العام للمالك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإيداع المتهم المتابع من أجل جناية الاتجار في البشر وصنع محتويات رقمية إباحية السجن المحلي لولاية في انتظار انطلاق جلسات محاكمته. وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد أحالت المتهم أول أمس الأحد 15 يناير الجاري على الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، حيث تم الاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه إلى جانب 3 فتيات من ضحاياه. هذا وجاء توقيف المتهم يوم الخميس المنصرم من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش بعد الاشتباه فيه بتورطه في تصوير ونشر مقاطع إباحية على مواقع أجنبية على شبكة الإنترنت. وحسب البلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن عملية التفتيش المنجزة بداخل المنزل موقوف، والذي كان معدا كاستوديو للتصوير، مكانت من حجز معدات إلكترونية وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على ملابس مجموعة من الإكسسوارات والحلي والساعات التي يشتبه في استخدامها خلال عملية تصوير مشاهد إباحية.